الرقى الشرعية هي الأعمال ترضي ربك يقدر بها الواحد طاعة الرب، وما تتسمى طاعة ربي يرضى عليها ربي إلا لما تكون مطابقة لإجابات النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينجمش واحد يتقرب للرب أكثر من اللي جاب وسيلة صلى الله عليه وسلم. نحب نصلي الظهر 17 ركعة أو أكثر من 4 يوخ عليك رب اللي تنينك باش تتقرب له أكثر أن ترسيك بالأربع. علاش؟ على خاطر خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو أمر بالاتباع، أمر بالطاعة. من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعته عن الكثير من الأمور في القرآن نبينها لله سيدنا صلى الله عليه وسلم. كيفاش تحقق شرع واحد لذلك أنت تتقرب بها رب وتحب بها رب مخالف لله جل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو عمل يرضي الله طبقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يرجى منه وقاية أو تفريج كرب. وقاية كما أذكار الصباح أذكار المساء كما تحصل نفسه بالميل يقرأ التيسر الآن المقولتين هاي الكرسي ينفذ فيه يمسح على مع واحد شيء يلبس عليه. هذا الجانب يتسمى وقاية. وإذا كان حصل لا قدر الله ضرر يؤدي جانب علاجي من هذا هو العمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شنو هو اللي عمل؟ تعمل كيف اللحظ والرقى الشرعية نلقاو فيها 5 حاجات أهمين للناس. شنو هما 5 حاجات؟ نلقى يشترط فيها ما يشترط في الدعاء. آداب الدعاء شيء قاعدين في الاخر تقول يا رب اشفيني، ولا يا رب اشفي، ولا يا رب يفرج كرب. ينجم يكون مثلا تعقد جسدي يا رب يفرج كرب. ترقي باش يتزوج يا رب يتزوج ومرأة صالحة. ترقي جايز من العمل في حد ذاته قلنا 5 حاجات. شو هما ال5 حاجات؟ الأولى الثناء على الله. لابد يا رب يعطيني ولا رب يبعد. أما أداء من يجب أن تأدب بها زي الخمر صلى الله عليه وسلم. لأن ما نجمش نخلي أداء تأدب بها محمد صلى الله عليه وسلم من طلب أجل ونحب ناخذ نتيجة. يعني قلة أدب مع رب. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما نجمش لأنه هو اللي علم من يوصلنا إلى كان يجيب نقطة وسلسلة إلا أن تضيع أنا دليل على الامتحان هو هل تقوم فيه ما وصلنا إلا عبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم حتى وصلنا للهدى ملأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم 3 ثم تلاوة كلام تلاوة الرقى الشرعية. رابعا الدعاء لمن طلب تقرأ القرآن بالنية نتاعك بالطبيعة باش ربي يفرج كرب زي وتزيد تدعي. موجودة هذه في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا أنزل البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. قل بسم الله العظيم من كل شيء يؤذيك من حسد كل حاسد وعين الله يشفيك. بسم الله الرحيم. هذوما من المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم الرقى. وخامسا أن يسأل الكثير كل شخص المشتغل هي الاستغفار. قد توفق ربي ممكن يوفق في حالة كثيرة ومقتلحة. تستغفر ترجع من الاستغفار باش ما ينفذش فيه الشيطان نفس الكبر والولي. حاجة كبيرة يا سيدي. شوف احنا في الحاج ايش عملنا.
آخر أعمال الحج الإفاضة. ايش يقول ربي في سورة البقرة؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس